طب يا بابا يكون حد شايفني. ادي السندوتشات اهي عشان اروح المدرسة فاضي. الحق يا بابا. ايه يا نور فين؟ الحق بسرعة بس انا شايفاه. ايه ده؟ هو البابا ده البطبط ده؟ ايوه يا بابا، ليه طيب بيرمي الاكل بتاعه كده في الشارع؟ عشان كده يجي لامه كل يوم هموت من الجوع هموت من الجوع وبيرمي السندوتشات بتاعته في الشارع كده. طب هو بيعمل حاجه زي كده ليه؟ هتكون يعني يا بابا مش عاجباه؟ مش عاجباه، ما بياخدها، ده هو اللي بيبقى قايل عليها. بقول لك ايه، اركبي كده هاتي لي السندوتشات ديت لحد ما نشوف هو بيعمل كده ليه. ماشي يا بابا. يا خبر ابيض يا بابا، ده حرام عليك كده، ده غيرك مش لاقي السندوتشات اللي انت بترميها في الشارع دي. اهي يا بابا. السندوتشات زي ما هي، ده ما كلش منها حتى ولا سندوتش. بقول لك ايه، اركبي بقى لحد ما نروح نشوف هو بيعمل كده ليه اصلا. ماشي يا بابا، بس يبقى حاسبه بقى على الحركه دي. وانا هسيبه؟ مش عارف العيال اللي بتيجي متاخر دي بعد كده تدق 8 مش هدخل حد. لا مؤاخذة والله يا مستر، انا عارفه والله ان انا اتاخرت عليك. انت كل يوم بتتاخر يا دي انت معلش والله يا مستر. طب يلا على الطابور. ماشي. خد تعالى هنا. ايه في ايه؟ ايه البتاع اللي انت جايبها دي؟ انت كنت شغال دليفري قد الصبح قبل ما تيجي ايه ده يا دي يا مستر بتاع الدليفري؟ انت هتعمل على نفسك عبيط عليا. بقول لك ايه اللي انت ماشي بوشك انا ارجعه بظهري. اصل والله يا مستر لقيت اختي بس واخده الشنطه بتاعت الدرس فقلت لما اخد دي. والله؟ والله. طب انت جايب معاك سندوتشات النهارده؟ بصراحة والله يا مستر كانت امي جايبه لي سندوتشات فول وطعمية، قمت انا والله حاططها جنب الرصيف. ليه يا ابني بترمي نعمة ربنا يا ابني؟ ما انت عارف راعيني باي حاجه. طيب ما انت عارف ان انا واقف هنا طول اليوم غاف. بصراحة يا مستر والله اصحابي كلهم بيصعبوا عليا، باجي والله اطلع السندوتش كلهم بيفضلوا باصين لي كده، فانا بتحرج قوي اجي اديهم يعني ادي الواحد 50 لا. جدع عادي يا بود انت عندك حق في اللي انت بتقوله ده. انا بعد كده اي حد داخل بسندوتشات اخدها منه اخليها معايا على البوابه هنا، مش عشان اخدها اكلها منه، لا عشان ما يجرحش اصحابه اللي قاعدين معاه في الفصل. انا يا مستر بقى بعمل كده بفطر قبل ما اجي. جدع عادي يا بود، يلا على الطابور بسرعه عشان ما تتاخرش. روح. بقول لك ايه، هو ده البواب بتاع المدرسه؟ استنى اشوف. ايوه يا بابا اهو. طب بقول لك ايه، خليك جنب المكنه ديت، هات السندوتشات ديت انا اروح اشوفه. طب بسرعة بقى. السلام عليكم. سلام ورحمه الله عم عثمان وبركاته. الباب. ان شاء الله امرني. والنبي هو الواد بود ده ابني جه؟ جدا لسه داخل دلوقتي، حتى قعدت ازعله عشان جاي متاخر بس عرفت السبب عذرته ودخلته. انا كنت همشيه بس عشان لما عرفت السبب دخلته. لا لو عمل اي حاجه قول لي وانا اكسر لا ما تكلموش، ده الواد ده طيب اصلا من جواه وعامل نضيف. السندوتشات بتاعته رماها في الشارع ومشي، شكلها مش عاجباه غيرتها. لا يا من الحوار مش حوار مش عاجباه. اللي هو الحوار ان انت ما تدوش سندوتشات وهو جاي عشان الواد كده مش هياخدها معاه جوه، الواد بيرماها وهو جاي وانا عرفت السبب. بتزعقوا له مع السندوتشات يعني؟ لا مش بنزعله يا عم، ما تفهم السبب بس الاول. الواد ما بيرضاش ياخد السندوتشات معاه جوه الفصل عشان خاطر عياله عنده اصحابه زمايله يعني ايه يعني ظروفهم على قديهم، ما بيبقوش جايبين سندوتشات، فهو ما بيرضاش ياكل قدامهم عشان العيال بتصعب عليه وكده، وبعدين هم في العدد في الفصل كبير كتير فعلا. فهو هيدي الواحد ويسيب الباقي. فالواد لما قال لي كده الصراحه انا بص استغربت، والواد ده كبر في نظري او قلت ده عيل محترم ومتربي 30 مره. والله كويس، انت بعد الكلمتين اللي انت قلت له ده كنت اروح البيت اكويه اصلا. لا يا عم اوعى تعمل كده، ده عيل محترم قوي يعني، كويس ان هو فكر بالفكر ده. انت المفروض تكافئه. كويس ان انت فهمتني والله. بس بص معلش يا عم عثمان، دول يعني ايه شكلك هفتان، خد كل افطر بدول. يا ابني والله مش عايز، يا ابني والله مش عايز، الله يبارك لك. وانت لو اي حاجه عندك في البيت زياده هاتها لي، انا قاعد هنا بص ما بلاقيش اي حاجه كلها، قاعد معسكر هنا ما حدش بيسال فيها ببق ميه يا شيخ. الله يبارك لك. ابقى ابعت لك سندوتشات وانت واخدها منه بقى وهو داخل. ماشي الله يبارك لك. ماشي يا عم ربنا يجازيك خير. ايه ده؟ هو بابا يرمي السندوتشات وبابا ياخدها يديها للبواب؟ يلا يا نور. يلا ايه يا بابا، وانت اللي اديت السندوتشات للبواب؟ على فكره هو كده مش هيدخلها البود. يا بنت ده عايز اقول لك راجل غلبان والله، صعب عليا ده الراجل يعني من كسوفه، بقول له خد السندوتشات افطر بيها راح نتشها من ايدي وقال لي لا مش قادر، فاهمه؟ بس هي القصه اصلا وراها حوار كبير، ان الواد بود ده يعني عايز اقول لك الواد يعني احنا كنا فاكرينه دماغه صغيره، طلع الواد دماغه كبيره وعيل بيفهم كويس قوي. ما بيرضاش ياخد السندوتشات عشان ما يجرحش اصحابه، بيرمي السندوتشات عشان ما يخشش بيها جوه. فهمتك يا بابا، خلاص ماشي. انا الواد ده هكافئه كمان لما يجي والله، وبعدين تعشوه كويس من بالليل. طب يلا يا بابا. يلا اركب.